سلام الغزالات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم ان تي فلوغ اللي بديتو في الوقيته ديال الكوتي، وان شاء الله يطيب شي حاجه للعشاء كذلك غادي نوجدها معكم. دونك قلت غادي علاش نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال المخنفر او بما يسمى الخبز الماوي. كيجي زوين سهل التحضير، المقادير كيكونوا متوفرين بالبيت وكيتحضر بسرعه. دونك غادي ندوز معكم المقادير، الطريقه ديال التحضير. كنتمنى ان لا فيديو تكون واضحه، شعلت الضوء واقيلا احسن. المهم كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم البنات، لحقاش الجو عندنا الشتاء والجو الصراحه ما نقدرش نوصفه لكم ومظلم بزاف. دونك شعلت الضوء باش الاضاءه تكون احسن. بالنسبه للمقادير هنايا غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الفينو او لا سمول اكسترا فين، يعني سميده اللي رقيقه بزاف. غادي نحتاجوا الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال السكر. بالنسبه للماء 650 ملل تقريبا ديال الماء دافي، اي ما يعادل 2 زلايف دوك الكبار اللي كنديروا فيهم الحريره. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز 15 غرام تقريبا، اولا ممكن تعوضوها بالخميره ديال الخبز اللي كتكون جافه نصف الكميه. كذلك بيضه وحده بدرجه حراره المطبخ، ساشي ديال الخميره الكيماويه اللي كنستعملوا في الحلويات ديال 11 غرام، وساشي ديال السكر الفانيلا. دونك ندوزو للطريقه. احسن حاجه باش ديروا المخنفر هي ديروه في البلاندر اولا عندكم شي ميكسور يدوي بحال هكا باش يتحرك مزيان وكيتخدم مزيان. اول حاجه غادي نصب الماء دافي. هنا عندي السيترو غادي نزيد، غادي نضيف الخميره ديال الخبز، غادي معلقه كبيره، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضرب هادشي. صافي هنا من بعد ما خلطت الخميره مزيان غادي نخليه يرتاح شويه. غادي نضيف البيضه، غادي نعاود نحرك. غادي نضيف البيضه، غادي نعاود نخلط. غادي ناخذ فرينه، غادي نضيف عليها الملح، غادي ندير معلقه صغيره، كيبقى الملح حسب الذوق. كذلك غادي نضيف الساشي ديال 11 غرام ديال الخماره الكيماويه. غادي نخلطهم وغادي نضيفهم للخليط اللي عندي في البلاندر مع الخلط. بالنسبه للسكر الفانيلا اختياري، ممكن ما ديروش. غادي نضيف الدقيق، نخلط شويه. نضيف الكميه كامله، عاد نخلط مزيان. صافي غادي نضيف سميده رقيقه،
نفس الطريقه نخلط واحد الكميه عاود نزيد. علاش كندير هاد القضيه البنات؟ على حساب البلاندر باش ما يشوفيش بزاف، يعني ما يسخنش بزاف، كيقدر يتحرق هكا. كميه غير شويه بشويه. صافي هنا كنحس به تخلط مزيان. غادي نصبو في ان صالادي كما كتشوفوا هنا. بطبيعه الحال الصالادي يكون كبير على حساب الكميه، وغادي نفرسيه كامل. غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي نخليه 30 دقيقه. حاولوا تحطوه فشي بلاصه تكون سخونه وغطيه بواحد المنديل ديال المطبخ باش يجمع السخونيه، ونتلاقاو من بعد. صافي من بعد 30 دقيقه غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي ندهن المقله تكون ما كتلصقش، غير شي شويه ديال الزيت. نتوما اختاروا المقله الحجم اللي بغيتو. انا غندير هاد الفورمه هادي. صافي غادي تسخن المقله شويه، غادي نضيف مغرفه ديال المخنفر. هادو هما التقيبات، يعني بدا كيطيب. نتوما تشوفوا ما كيلصقش. باش كنعرف العجينه راه طابت ملي كيبقى غير شويه ديال البيض، ديك الساعه كنقلبها. غادي نقلبها كما كتشوفوا تحمر، كيجي زوين
الصراحه. ويا سلام فاش كيكون سخون وديروا عليه الزبيده ولا العسل كيجي غزال. دونك غادي نكمل الكميه اللي بقات ليا بنفس الطريقه نكمل معكم. اي فوالا، هذه هي النتيجه النهائيه البنات. هذه الكميه كدير 12 حبه بهاد لاطاي هذه وحده راني قسمتها وكليتها قدامكم. دونك كنتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت ديال المخنفر وتطبقوها، كذلك تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، واش صدقات لكم، واش عجباتكم، واش ما عجباتكمش. الراي ديالكم كيهمني بزاف كما العاده، نحاول ننوع لكم الفيديوهات. قولوا لي واش مره بحال كنحط لكم اون غوسيت باش تستافدوا منها اولا نكمل في الروتينات. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.